السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير. عايزين بقى قبل ما نتكلم كده نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا النهارده فين؟ انا النهارده نزلت بقى عشان اصور لكم كده في سوق الخميس المطريه. رايحين نشوف كده ان شاء الله الاسعار بتاعت القماش وايه الشغل الجديد اللي نازل، وربنا المستعان ان شاء الله. طبعا انتوا عارفين بقى ان احنا حالنا واقف ومش عارفين نشتغل. ربنا المستعان ان شاء الله يا جماعه. تيجوا معايا كده اهوت عشان نروح عند ياسر ونصور عند ابو البنات، وربنا المستعان ان شاء الله نعمل كام فيديو كده ان شاء الله يعجبوكم. يلا بقى كده مع بعض وهرجع لكم تاني. احنا كده اهو داخلين السوق كده. رايحين فين؟ هنروح بقى نصور عند ابو البنات الاول. ما تمديش ايدك على حاجه تاني. بصي يا عم، اهي قدام جامع صفيه على طول، المسجد صفيه اهو، وهو ابو البنات فارش في وشه كده على طول اهو. احنا كده داخلين عند ابو البنات اهو في سوق الخميس المطريه، شارع الترول اهو. ابو البنات هنا اهو. بصوا يا جماعه، ابو البنات طبعا غني عن التعريف، يعني ما شاء الله عنده جميع الجبرات، جميع الحاجات الساري. هنشوف كده اهوت، نبدا الفيديو معاه كده وهنشوف كده الحاجات اللي عند ابو شيماء. بصوا بقى نبدا كده اهوت بالسوست. عنده اهي السوست اهي، ارخص واحد طبعا بيبيع سوست وحاجات زي كده. السوسته من دي بكام؟ ب 3 جنيه. دي كده يا جماعه بالنسبه اللي هي السوست بتاعت الجواكت والحاجات دي. عنده برده اللي هي الساده المصريه اهي بجميع الوانها. الساده المصريه دي بكام يا ام شيماء؟ ب 33 جنيه برده اهي. والوان الساري بقى كده بجميع الوانها اهي. ده كده 2 كنار ولا كنار واحد؟ 2 كنار ب 55. تمام. بصوا اللي هو المتواصل ده اللي هو ايه؟ اللي هو بنديه. اللي هو تمام. بصوا بقى القماش الجميل دوت، السواريه دوت. افرد كده معايا معلش. عامل كام ده يا ام شيماء؟ بصوا بقى اللي حابب يعمل بقى ايه فستان سواريه، ممكن تدخليه تعمليه في ملايه. بصوا ده المتر ب50. ماشي. بصوا اللون الكشمير اهو. بصوا لون الكشمير منه جميل قوي برضو. الناس اللي حابه تعمل فساتين سواريه، حابه تعمل تدخله في الملايات، جميل قوي قوي اهو. اللي هيجي عند ابو شيماء يا جماعه يقعد وينقي عنده ما شاء الله، هتعمله من عنده احلى. يعني اللي عندها افكار كده ومشغله دماغها هتعمل من عنده احلى شغل ان شاء الله. بصوا الوان الساري اهو. بصوا الوان الساري اهو. ازيك يا ابو شيماء؟ الله يكرمك يا حبيبي. عامل ايه؟ نشكر ربنا الحمد لله. قول للناس متابعينا كده بيسالوا عليك وقالوا لنا صور لنا فيديو كده عند ابو شيماء، عايزين يعرفوا كده الاسعار كده والشغل الجميل اللي عندك. والله احنا عندنا جميع لوازم مكنه خياطه. يعني عندنا اوفر ب 2000 جنيه، سنجل ب 2000 جنيه. ده فيديو المكن ان شاء الله. هنروح نعمل لكم فيديو يا جماعه عشان كل متابعيني طالبين ان احنا نعمل عنده فيديو مكن. مستعمل وجديد، اوفر وسنجل اورلي. عندنا الخيط ب 2 جنيه. تمام. الخيط ده كده البكره ب 2 جنيه. احنا ضاربين الاستغلال، يعني ضاربين الاسعار. تمام. الاسعار بتاعتنا مش هيلاقوها في اي مكان. بالنسبه للاورجانزا والفرنش عندنا 50 متر اهي. 50 متر اهي وب 40 جنيه. دي كده ب 40 جنيه بقى يا جماعه عشان شغل رمضان بقى، الفوانيس والكلام ده. عندنا الخيط اهو ب 2 جنيه. تمام. بره ب 5 جنيه. وعندنا الاستيك ده بكام؟ عندنا الاستيك ده في كيلو بنص جنيه وعلى حسبه في كيلو. فهي بصوا اسعار يا بلاش، اسعار مش في المسك نفسه. دي كده اهو. وعندنا شغل الميلات اهو زي ما انتم شايفين. تمام. كل الاسعار. قول لنا كده على اسعار الجبرات كده يا ابو شيماء بكام؟ بصوا احنا بنبيع ليه باسعار رخيصه؟ علشان احنا عندنا بضاعه مخزونه. تمام. البضاعه طبعا دي مخزونه فلازم تتباع بالسعر القديم لان احنا جايبينها بسعر رخيص. تمام. نستغل الناس ونبيع باسعار عاليه. تمام. الخيط مثلا ب 2 جنيه، انا جايبه يعني رخيص ومخزون لي 2 و3 سنتين عندي. تمام. سليم. فلازم ابيع بالاسعار رخيصه. في ناس عندها عندك طبعا اللي هي البقره النجمه الكبيره صح كده؟ يروحوا رافعين الاسعار. تمام. ده اسمه استغلال. احنا بنستحرم لان كل واحد. ابو شيماء ضد الاستغلال يا جماعه. طبعا واحده خياطه. ايه الخياطه ايه؟ هي كل يعني بتشتغل في الخياطه علشان ظروفها تعبانه، تساعد جوزها او تساعد عيالها. تمام. أو وشغله الخياطه اغلبها كلها حريم، فطبعا كلهم ظروفهم على قدهم. تمام. لازم انت ما تستغلهاش، ما تاخدش نقطه الضعف بتاعتها ان هي مثلا ما
مطلقه او جوزها ميت او بتربي ايتام او بتساعد جوزها او يعني محتاجه. فما ينفعش انت تبيع بكره الخيط انت جايبها تقف عليك بجنيه وتبيعها مثلا ب5 جنيه. تمام. ربنا يصلح حالك يا ابو شيماء، ربنا يكرمك يا رب. طب قول لهم كده متر الجبير دوت عامل كام؟ لازم تبيع في متناول الجميع. انا المتر ب 10 جنيه. المتر ب 10 جنيه. بصوا المجسمات اهي يا جماعه برضو عنده مجسمات اهي. المجسمات ديت بقى كل حاجه ولها سعر ولا ايه؟ المجسمات دي كل حاجه ليها سعر يا ابو شيماء؟ على حسب سعرها وعلى حسب نوعها. تمام. بصوا بقى لوازم المكنه اهي اللي هي بالنسبه للخيول الابر والجرارات بتاعه الجواكت. بصوا المقصات اهو. اللي عايز يا جماعه حاجات مستعمله وعايز حاجات جديده هتلاقوا كل حاجه عند ابو شيماء. كل لوازم المكن موجوده عنده، كل حاجه عند ابو البنات اهو. الحاج بيقول لكم بصوا اهو. عندك زيت مكنه؟ فين الكلف يا ابو شيماء؟ ما تجريش بالكاميرا. بص تمام. ده الفيرزاتش ده؟ ده المتر ب5 جنيه. ده الفيرزاتش المتر ب5 جنيه. ده ملك الملايات. تمام. وده ملك الساري اللي بيتحط على الساري. ايوه تمام. المتر ب4 جنيه. المتر ب4 جنيه. وبيتحط برضه على الملايات والعبايات والترنجات والبيجامات وكل حاجه. تمام. وطبعا عندي حاجات اقل زي ده مش هلاقوه عند اي حد. ايوه. ده ولا الاسعار دي. ليه؟ لان انا يعني ببيع بضاعه الحمد لله يعني انا فريد من نوعي. ما شاء الله. لان كل بضاعه عندي موجوده وبسعر رخيص لان مخزونه عندي. لان انا نظام شغلي البضاعه اللي بتتباع في الشتاء بجيبها في الصيف. تمام. البضاعه اللي بتتباع في الصيف بجيبها في الشتاء. تمام. ربنا يصلح حالك يا ابو شيماء. مباشر. تمام. مش ببيعها مش بجيبها في نفس الموسم بتاعها. عشان كده بالتالي ببيع بسعر ما حدش يتجرأ يبيع بيه. يلا ربنا يصلح حالك ان شاء الله يا جماعه. يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله هنروح بقى نصور لكم فيديو المكن عنده. ويا رب الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم يا رب العالمين. يلا يا جماعه يا رب الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.